ازيكم؟ انا دكتوره ياسمين سعيد، اخصائيه نساء والتوليد. النهارده هنتكلم عن الاحتياطات اللي المفروض تاخديها. لو انت قررتي ان انت هتصومي، ما عندكيش اي مشاكل صحيه، ما فيش اي حاجه تمنع ان انت تصومي وقررتي ان انت هتصومي فعلا، في حاجات لازم ناخد بالنا منها واحتياطات نعملها اثناء فتره الافطار عشان ما نتعبش في الصيام ولا ناثر على البيبي. طبعا دي حاجه مهمه جدا. فتابعوني، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنكسر صيامنا على كوبايه ميه او كوبايه لبن وناكل معاها تمر. طبعا السؤال الاشهر، هل التمر بيسبب سقط؟ هل خطر على الحمل؟ الحقيقه التمر ده مجرد مصدر للطاقه، عشان كده لما واحده تكون بتولد بنقول لها ممكن تاكلي تمر عشان يديها طاقه تساعد على انقباض الرحم. انما هل هو ذات نفسه ممكن يبدا طلقه او يسبب اجهاض؟ خالص، تماما امان تماما. طب هناكل قد ايه؟ ناكل تمره او 3 على الفطار، مش هنكتر عشان بس ما يبقاش كميه سكريات عاليه، انما غير كده هو ما فيهوش مشكله. بعد ما كسرنا صيامنا بقى هنبتدي ناكل كميات صغيره متكرره، يعني مش هنقعد ندب كده وجبه الافطار مره واحده، لان ده هيسبب لك مشاكل كتيره جدا. هتحسي ان انت دايخه، ان انت عندك هبوط بعد الاكل، ان انت عندك حرقان، مش قادره تاخدي نفسك، مش قادره تنامي على ظهرك، مش هتحسي وانتفاخ ومشاكل كتير جدا. لو انت كلتي وجبه الافطار كده قعدتي بعد انقطاع عن الاكل مثلا 14 او 16 ساعه، بعدها جيتي تاكلي هتحسي ان انت تعبانه جدا. الحل للموضوع ده ان احنا بناكل وجبات متكرره صغيره، يعني كلتي دلوقتي جزء من وجبه الفطار بتاعتك، بعد ساعتين ناكل وجبه تانية، نكمل بقيه وجبه الفطار، بعد ساعتين ناكل علبه زبادي، بعد ساعتين ناكل سندوتش حاجه. فطول فتره ما احنا فطرانين بنحاول ناكل وجبات صغيره متكرره. طبعا الوجبه بتاعتنا لازم يكون فيها كل العناصر اللي احنا محتاجينها، لازم يكون فيها بروتين، لازم يكون فيها مش شرط حيواني يعني، عشان طبعا البروتين الحيواني دلوقتي بقى من الاحلام يعني. يعني حتى بروتين نباتي اللي هو موجود في الحمص والعدس وفي حاجات كتير يعني. نشوف لازم يكون متوفر في الوجبه بروتين. يكون موجود طبعا نشويات، مفيش واحده حامل هتقول لي انا عامله دايت ومش باخد نشويات، لا لازم ناخد 50% من الوجبه نشويات. لازم ناكل خضار طبعا عشان ما ندخلش في امساك مع نقص الميه، ندخل في امساك ونتعذب. طيب بالنسبه لمشروبات رمضان، يعني نحاول برضو ان احنا نخلي بالنا ونتعامل معاها بحذر. يعني مثلا الكركديه ده ممكن لو انت ضغطك واطي يسبب لك هبوط، العرقسوس لو انت ضغطك عالي او حتى مظبوط ممكن يعلي لك الضغط، فنخلي بالنا ما نشربش منه كميات. طبعا التمر الهندي اللي بيتجاب من الشارع ده ما يتشربش خالص لاي حد، لان هو حاجه مؤذيه جدا ومضره والوان صناعيه. لو انت عايز تعملي تمر هندي في البيت ده ما فيش فيه اي مشكله. بقيه المشروبات يعني المتعارف عليها، اهم حاجه نخلي بالنا عامه في المشروبات من كميه السكر، تكون الحاجه متحليه بس مش بكميه السكر عاليه، يعني نحاول نقلل السكر على قد ما نقدر عشان ما ندخلش في سكر حمل. وطبعا نشرب عصاير، دي حاجه مفيده جدا ومليانه بمعادن وفيتامينات، ونشرب البان. ما نخليش كل اهتمامنا بس بالسوائل اللي هي الشفافه عشان نعوض الميه، حاجه مهمه جدا ان احنا نعوض الميه، انما برضو نحاول ناخد حاجات ليها قيمه غذائيه وحاجات مفيده برضو. طيب ايه اللي هيحصل لو ما شربناش ميه كفايه؟ طبعا هندخل في هبوط، هنبقى دايخين طول الصيام، هنبقى الدم اللي بيوصل للبيبي هيقل، ممكن لا قدر الله ندخل في جلطات، ويعني موضوع مش هنقدر نستفيد من الاكل اللي بناكله اي فيتامينات، او سواء من الاكل او احنا بناخده من بره في علاج. مش الامعاء مش هتمتصه لو ما فيش ميه كفايه، وكاننا ما بناخدش اي حاجه وملوش لازمه. فالميه دي حاجه اساسيه، لازم نهتم بكميه الميه اللي بنشربها طول فتره الافطار. على طول كل ساعه نشرب كوبايه، ما نسيبش نفسنا مثلا اللي هو بعد الفطار بس شربنا حاجه وساعه السحور، لا خالص. عايزاكي طول فتره الافطار تكوني بتشربي بصوره مستمره.